في أيام تحس فيها إن دماغك شغالة ضدك، كل فكرة تطلع تقلب عليك المواجع ومودك يقلب وانت مش عارف ليه. أفكار زي مفيش حاجة بتكمل معايا، الناس كلها بتتقدم وأنا لسه في مكاني، هو أنا كده كل ما أعمل حاجة حلوة لازم تبوظ على الآخر؟ أنا بصراحة عمري ما هتغير. دكتور جولي في كتابها Why has nobody told me this before بتقول إن مشكلتنا مش في إن الأفكار دي بتيجي، لكن في إننا بنصدقها على طول من غير ما نسأل هي دي حقيقة ولا مجرد فكرة عدت في دماغي. العقل ما بيحبش الغموض، يحب يفسر كل حاجة بسرعة، بس أوقات تفسيره بيبقى مشوه مش واقعي، وده اللي بتشرحه لنا بالظبط دكتور جولي في كتابها Why has nobody told me this before. التشوهات الفكرية biased thoughts. ببساطة دماغنا ساعات بتحب الدراما، تزود في الحكاية وتكبرها لحد ما تخلي الغلطة الصغيرة تبان كأنها نهاية العالم. المشكلة مش في إن الأفكار بتيجي، المشكلة لما الأفكار بتتكرر وتتحول لنمط حياة. وخليني أحكي لكم حكاية. في يوم كانت مريم قاعدة في أوضتها بعد ما بنتها نامت، كانت حاسة بالذنب، النهاردة اتعصبت على بنتها عيطت، ابتدت تقول لنفسها أنا أم فاشلة، المفروض أكون أحن وأهدى، كل الأمهات بيعرفوا يتعاملوا. كأن عقلها كان شايف الدنيا يا أبيض يا أسود، يا أم مثالية يا أم فاشلة، يا صبورة دايما يا ما تنفعش تكون أم. بس الحقيقة دكتور جولي بتقول لمريم الحياة مش كده، حتى الأمهات اللي بنشوفهم دايما هادين عندهم لحظات بيتعبوا، بيزعقوا وبيغلطوا. مش معنى انك غلطتي او زعقتي انك ام فاشلة. الام المثالية مش اللي ما بتغلطش، الام المثالية هي اللي بتتعلم من كل يوم وبتحب بنتها حتى وسط التعب. فالمرة الجاية لما تسمعي صوت من جواكي بيقول انت يا ام ممتازة هي ام فاشلة، ردي عليه وقوليله انا ام حقيقية. دكتور جولي بتقول التفكير ده تفكير مشوه واسمه التفكير القطبي، يا ابيض يا اسود. وبصوت عادل امام انا ما بحبش اللون الرمادي. ليه يا عم؟ مع ان الرمادي ده اكتر مساحة انسانية في حياتنا. الدماغ اوقات بتزود الدراما، بس لما نفهم هنقدر ندوس الزرار اللي بيقفل الفيلم قبل ما يبدأ. استنوني الحلقة الجاية، هنتكلم على 3 أنواع تانية من الأفكار اللي بتتعبنا من غير ما نحس.